انت سألت نفسك في يوم انك تستحق افضل من اللي انت فيه، وانك فعلا شخص استثنائي بعيدا عن اللي بيتقال عليك، وانك لازم تكون في حتة تانية غير اللي انت موجود فيها دلوقتي. فلو انت شايف كده تعالى صرحك بالحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وسط مكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. الحلقة الثالثة يا صديقي من كتاب فن اللامبالاة للكاتب الرائع مارك مانسون، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إن السعادة مشكلة. فلو أنت مستغرب من الكلام ممكن ترجع للحلقة وتشوفها بنفسك، وصدقني هتستفاد منها كتير. أما بقى في الحلقة دي يا صديقي تعالى أقول لك أنت ليه مش شخص استثنائي، واللي بيحاول يوصل لك غير كده فهو بيضحك عليك أو بيحاول يكسب من وراك. ولو انت مقتنع بكده ففي مشاكل كتيره هتواجهك. فيلا حضر لكم قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. هو ايه بقى موضوع الاستثناء ده؟ طب قبل ما اجاوبك تعالى احكي لك قصه بيحكيها لنا مره. في شخصيه اسمها جيمي، والشخصيه ديت هتلاقيها عند كل واحد فينا، يعني هتلاقي من ضمن اصحابك في جيمي دوت عنده مغامرات في عالم الاعمال. لو جيت في يوم سالته انت بتعمل ايه هيحكي لك عن قصص نجاحاته وانجازاته اللي حققها. والحقيقه ان الحاجات اللي بيحكيها لك ديت هي في خياله هو بس، بيحاول يحسسك ان هو يا ما هنا ويا ما هناك، وان هو ممكن يقدر يديك افكار تحقق لك انجازات في حياتك. بس للاسف ده ما بيحصلش، لان كل كلامه خداع. بيديك افكار زائفه وعايش حياته ان هو ينصب على اصحابه واقاربه وعلى اسرته، لحد ما وصل ل 30 سنه وهو مقتنع انه صح، واي حد ضده او بيحاول يقدم له نصيحه ده بيكرهه. كم واحد فينا بقى يا صديقي عنده جيمي بيحاول يسرق افكاره، وانه محتاج منك فلوس عشان يبدا المشروع، وفي الاخر تتصدم ان هو ضحك عليك وخد فلوسك. ولو جيت سالته هتلاقيه مقتنع باللي بيعمله وان مفيش مشاكل وانه هو صح. ايه اللي يوصل شخص زي ده انه يبقى كده؟ وهل شعوري بالاستثناء ممكن يحطم كل حاجه في حياتي؟ خليني اوضح لك حاجه الاول يا صديقي، وده هتلاقيه عكس اللي انت شايفه او اقتنعت بيه. هو ان زياده الثقه بالنفس او زياده تقديرنا بانفسنا بدون ما تحقق اي انجاز ملموس ده بيخليك شايف انك تستحق الافضل، وكل اللي انت بتعمله في حياتك انت شايفه صح بالرغم انه ممكن يكون غلط. جيمي ده كان شايف نفسه استثنائي وانه يستحق الافضل، فكان دايما بيحاول يحس بالعطف من اللي حواليه عشان يشبع الرغبه اللي عنده بدون ما يحاول ياخد خطوه جديه وتغيير حقيقي وجذري في الحياه. والحاجه الثانيه لما تيجي تشوف كميه الاستثناءات والمعلومات الضخمه واللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، وان مفيش اي مشاكل بتواجه الاشخاص اللي بنشوفهم، وده بيخلينا نحس بالاحباط وقله الامان لما بنشوف نفسنا فاشلين في الحياه. فمثلا بتشوف محمد صلاح انه شخص استثنائي، ولكن في الحقيقه هو شخص مدهش بيحاول يطور نفسه دايما عشان يوصل للهدف وبيشتغل على نفسه باستمرار. طب لحظه، هو في فرق ما بين انه هو استثنائي ومدهش؟ في فرق، وهقول لك ازاي. ممكن تشوف راجل اعمال ناجح جدا في شغله وعلاقاته ولكن فاشل في حياته الشخصيه، وممكن تشوف لاعب كره قدم ممتاز ولكن عقليه تفكيره صغيره، وقيس على ده حاجات كتيره جدا. وبكده السبب ده ما يخليناش استثنائيين، لان الاستثناء انك تكون متميز في كل حاجه، في اعمالك وفي حياتك الشخصيه والاسريه والدينيه، واحد لك كتير، وعشان تحقق ده محتاج وقت وجهد مضاعف. وخلينا صريحين مع بعض، مفيش حد كامل غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيحاول يصور لك غير كده، وان اللي بنشوفهم دول اساطير ومشاهير ما حصلوش، فده وهم بيحاولوا يبيعوه لك ويكسبوا من وراه فلوس، لان بمنتهى السهوله اي حاجه بتلفت الانظار بتجيب فلوس. وهنروح بعيد ليه؟ مش دايما بتشوف في الاعلانات بنت جميله بتطلع وتقول للبنات انا حققت الجمال دوت في شعري او وشي او غيره لما استخدمت المنتج ده، مع ان البنت بتكون جميله من غير الكلام ده. فالفكره اللي بحاول اوصلها لك يا صديقي ان انت شخص مدهش وممكن تحقق انجازات كبيره، بس خطط صح وخد خطوات وابدا واستمر، وفوق من الوهم اللي ممكن تبقى عايشه ومصدق نفسك فيه. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتعرف فيها ان اختيارك للمعاناه اللي عايز تعيشها هي السبب في انك تعيش حياه سعيده او تعيش معاناه حياتيه. فما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.